كون خسرت الجزائر اليوم كون سبابة في القجع. مبروك المنتخب الجزائري التأهل إلى ربع النهائي وملاقاة نيجيريا. الجزائر دخلوا الماتش وكأنهم الماتش في الجيب ديالهم، ولكن تلاقاو مع الكونغو اللي التنظيم ديالها الدفاعي كان صنديل. النص ساعة الأولى كلها كانت من الضغط من الجزائر وكونغو كيدافع، حتى العشر دقائق الأخرى من الشوط الأول عاد شفنا الكونغو تضرب بالمرتدات، جوج مرات كانت قريبة باش تسجل. لسالي الشوط الأول بالتعادل 0-0. في الشوط الثاني كذلك ومثال غادي تدخل الكونغو هاجمه واقفه بشكل كبير، تقدر تحمل الجزائر الضغط حتى غادي تفوت هذاك ربع ساعه الاولى، ومن بعد غادي ترجع الجزائر لعادتها القديمه. غتبقى الضغط والكونغو كيدافعوا، هي ضاغطه وهما كيدافعوا، الجزائر ضاغطه الكونغو كيدافعوا حتى سالا الماتش مشاو اشواط اضافيه. الكونغو ولاو باغيين يجربوا الجزائر بينينتيات، الجزائريه ولاو حاطين ايديهم على القلوبه ديالهم حتى العشر دقائق الاخرى من الاشواط الاضافيه. المدرب ديال المنتخب الجزائري غادي يدخل بولبينا غادي ماركي بيت في الدقيقه 118. هادشي اللي غيخلي بولبينا يماركي اول بيت ليه مع المنتخب الجزائري في كاس افريقيا، وهادشي غيخلي اول تاهل للربع النهائي بالنسبه للجزائر من 2019. الجزائر قدموا مباراه عظيمه، الكونغو حتى هي دافعت بشراسه على الحظوظ ديالها، ولكن مع الاسف هناك رابح وهناك خاسر.